اليوم سنثبت لكم في هذه الحلقة أن الشيعة يعتقدون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن، هو الذي أنجى نوح من الغرق، هو الذي أنجى إبراهيم من النار، هو الذي رفع إدريس مكانا عليا، هو الذي أنطق عيسى في المهد صبيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنرى سويا ماذا قال رئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية عن علي بن أبي طالب. في هذا الكتاب كما تروا الآن كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري رئيس العلماء، كما تروا الآن مكتوب السيد نعمة الله الجزائري العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء. ماذا قال رئيس علماء الشيعة عن علي بن أبي طالب؟ قال في الجزء الأول صفحة 28 قال: خطب علي فقال عليه السلام: والله قد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما. والله سبحانه وتعالى يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم قال: وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق. والله سبحانه وتعالى يقول: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال: وكنت مع موسى فعلمته التوراة وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل. وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته. وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. كما ترى الآن عزيزي المشاهد